السلام عليكم اخوتي، هانيين كلشي بخير. نتمنى يكون كلشي بخير في الشين ديالكم موهوب لايف. شكرا بزاف على التفاعل ديالكم، قدر الله ما شاء فعل. غادي نعاود لكم كيفاش بانني غبرت عليكم هاد 4 ايام هادي اللي كنت كنت لكم بانني غادي نكمل لكم فيديوهات، ما غيكون حتى شي مشكل. ولكن بما ان طراو هاد المشاكل كاملين فعرفت باللي راه غادي في واحد الطريق اللي زوينه بزاف، لان في البدايه ديال طريقك الزوينه كتلاقى مع بزاف ديال الحوايج اللي خايبين، وفيما يبداو يطراو لك مشاكل فعرف بلي مخبي لك الله واحد الحاجه زوينه غادي تطرا في الاخر. فدابا نطلعوا الريدو وما نبقاوش عايشين في الظلمه باش نكمل لكم الفيديو اخويا. المهم اخوتي، نتمنى تكونوا كاملين بخير. نتوما اخوتي اللي شجعتوني بانني ندير لكم بزاف، لان هذاك الفيديو ضرب لي مشاهدات رغم انني ما لاحظتش من شحال هذه فيديوهات في الشين، ولكن راه ضرب لي اكثر من 300 جبيه في 3 ايام. والله حتى فرحان بزاف اخوتي. فما تنساوش تفاعلوا حتى مع هذا الفيديو هذا اللي غادي ندوي معكم، وغادي نقول لكم شنو كان طاري باش بانني ما بقيتش لحت لكم فيديوهات. فاول حاجه اخوتي تقطع لي الويفي، ثاني حاجه تفدعت في الشوبيات بجوج رجليا بجوج. يا ربي السلام اخوتي، مع شكيت عليكم وما نبغي حتى شي واحد داك الالم اللي حسيت به. ودابا لحد الان باقي كنفكر واش نمشي ندير راضي ولا لا. فاخوتي والمشكله حتى ما ترينيتش باش نلعق، هذه المشكله اخوتي. فالمشكله اللي كانت طرات لي باش لعقتها هي بانني مشيت اخوتي سلمت على الدراري عادي بحال اللي كنوصل الجرده ديما، علقت الشكاره في واحد البلاصه اللي عاليه، ديما كنعلقها في ديك البلاصه وكنقزها على الارض ما كيطرا والو. ولكن كانوا حاطين الدراري دوك العواد اللي كيترينيو بهم كيطلعوا فوق منهم هاند ستاند بلونش هادي باقا انا ما شفتش دوك العواد. فما غنجي نقز غادي نجي غير على دوك العواد ورجلي غادي يتحطوا بحال هكا اخوتي، فغيدوروا لي الشوفيات وغادي نتعذب عذاب فهمتيني. ولكن الحمد لله على كل حال، فاحنا كنحمد الله على كل شيء، الحوايج الزوينين والحوايج الخايبين فاحنا كنحمد الله. لان فاش كتحمد الله راه غادي فهمتيني طريقك راه راسمها، فهمتي الله راسم لك طريقك. علاش غتبقى تعذب في راسك وتبقى تقول علاش انا بحال هكا، علاش انايا ما خاص، علاش كيطرا ليا بحال هكا، الله بديت باغي نبدل الحياه. لا صاحبي ما خاصكش تكون بحال هكا باش نكونوا واضحين. دابا خوتي لقيتوني دابا يا فهمتيني فقت والبارح عاوتاني والله ما بغا يجيني الناس، اقسم بالله الدراري الصراحه فهمتيني. اللي لقيتها صعيبه هي بان الصهير شي حاجه خايبه بزاف ومولفه من شحال هادي. وعاد عاوتاني فهمتيني كتلقى الشباب ديال اليوم علاش ما كينعسوش، هو بانهم كيبقاو يفكروا في المستقبل ديالهم شنو باغيين يديروا من هنا لقدام، واش غادي يبقاو عايشين بحال هكا، شنو تالين غادي يبقاو بحال هكا. ما كيبقاش يجيهم الناس اكثرين ملي كيجيك ديك تأنيب الضمير على شي حوايج اللي مشاو في الماضي ديالك اللي كنتي تقدر دير بهم بزاف ديال الحوايج. فمثلا تكون ضيعتي بزاف ديال الفرص، ولكن مازال جايين فرص وحدين اخرين، فحاول ما تضيعهمش اخويا. فهادشي اللي كاين، فانا كنفكر في دوك الفرص اللي ضيعتهم، كنقول زعما كون استغليت دوك الفرص واش كنت غادي نقدر نكون وصلت شي حاجه زوينه في حياتي، ولا غادي نبقى غير بحال هكا. ولكن هادشي كامل مكاتب وحنا حامدين الله وشاكرين على كل شيء. فالموضوع ديال اليوم اخوتي هو بان غادي نهضر على كيفاش العقل ديالك ما كيخليكش تمشي دير الحوايج اللي زوينين. فلا كنتي نتايا زعما عندك واحد الفراغ وواحد شويه، فغادي تكون لاحظتي بان فيما كتبغي تمشي دير واحد الحاجه اللي زوينه العقل ديالك كيبقى يعكزك. كيفاش هذا الامر هذا؟ مثلا كتكون باغي تمشي تريني فكيبدا يقول لك العقل ديالك واه انت مشيتي ترينيتي شنو غيطرا كاع، انت غترجع وغتنعس ما غيطراو فهمتي. لا راك ما كليتيش، راك ما تغديتيش، علاش غتمشي تريني؟ لا فهاد المشكله كبيره بزاف. فكتمشي مثلا باغي تحفظ ولا باغي تقرا شي دروس ولا باغي تعلم شي لغه ولا شي حاجه بحال هكا، في العقل ديالك شنو كيقول لك؟ كيقول لك وشنو غدير بهاد اللغه كاع، وهاد اللغه راه صعيبه صاحبي وما يمكنش لك تشدها. وانت مع كتبدا تسمع داكشي في العقل ديالك، كتقول شنو غيطرا كاع، علاش غنتعلم هاد اللغه هادي صافي. وكتبقى مريح وكدوز واحد البيريود كبيره وانت باغي تعلم واحد الحاجه، وديما العقل ديالك فيما كتفكر فيها كيبقى يقول لك اجي يا صاحبي انت فين غادي، واش انت باغي دير ديك الحاجه الزوينه وتخلي بزاف ديال الحوايج اللي ما عندهم ما يدار ولكن غتفرز بهم دوبامين، وهذا الشيء اللي خايب بزاف. فانا كنلاحظ بانني فيما كنبغي نمشي ندير شي حاجه اللي زوينه فكنبقى ملاهي بشي حوايج اللي كيفرزوا الدوبامين مجانا فهمتي. مثلا تشد التليفون تبقى تفرج فيديوهات، فهاد الشيء كيفرز الدوبامين، وواحد الدوبامين اللي طالع ما فيش واحد الاستفاده، ما كتدخل لا فلوس، ما كتستافد شي حاجه بعقلك، ما حتى شي حاجه. ديما كتبقى تفرز هذاك الدوبامين ديك البولونات ديال الدوبامين كتهرسهم صافي. ما كيبقى كتولي اي حاجه كطرالك
كتولي تقول صاحبي انا فرحان. شنو علاش فرحان؟ تفرجت واحد الريل اللي وراني كيفاش نبدل حياتي، وغد ليه عاوتاني كتفرج شي ريل ديال شي واحد اخر كيقول لك غادي تبدل حياتك بابسط طريقه، ف5 عادات تغيرهم من حياتك، فانت غتكون ناجح. وانت كتبقى تقول هاد اللعيبه هادي غنبدا وغدا عاوتاني كتلقى واحد الفيديو واحد اخر كيشرح لك شي حاجه عاوتاني، كتبقى غادي معاه بحال هكا انت كتلقى راسك ضيعتي واحد 6 سنين 7 سنين وانت غير كتفرج في التفاهه، كتفرج في فيديوهات اللي كتعذب بالك بانهم كتستافد منهم، ولكن هما كيعلموك غير العكس. فانت خاصك تعاقب راسك. العقاب ديال راسك هو بانك فيما مثلا تبغي تمشي دير شي حاجه اللي زوينه، العقل ديالك ملي بغى يحبسك فانت غير بدا ديك الحاجه، ملي كتبداها صافي كيتفرض عليك بانك تكملها. دابا انا مثلا فاش كنكون غادي باغي نتريني ياك كنكون غادي كيعكزني العقل ديالي كيقول لي علاش غتمشي تريني كاع صاحبي، صافي تاجي ريح صاحبي، راه ملي غتجي ما تلقى ما تاكل. ولا مثلا كيقول لي وانت راه اصلا ما واكلش من الصباح، علاش غادي نمشي تريني؟ فانا شنو كندير في هذيك المرحله؟ كنلبس حوايجي، كنقصد الجرده، كنمشي كنبدا لونطريمون. ما كنبدا لونطريمون ديالي اخوتي فكنعرف بانني غادي نكملها باحسن طريقه. هذه هي الطريقه اخوتي باش تعلموا بانكم كيفاش تقدر تمشي دير الحوايج واخا العقل ديالك كيبغي يمنعك. فالعقل ديالنا علاش كيمنعنا؟ فاحنا دابا العقل ديالنا واحد العضو من الجسم ديالنا ياك، يعني ما خاصوش يكون ضدنا نورمالمون بان العقل ديالنا ما خاصوش يكون ضدنا، خاصو يكون معانا لانه كاين في الجسد ديالنا عضو. ولكن غادي نقول لكم علاش العقل ديالنا ما كيفاش نوصل لكم ما كيخليكش تمشي دير الحوايج اللي زوينين. فهنا غادي نهضروا بان العقل ديالنا ديما كيبغي الحوايج اللي ساهلين وفي نفس الوقت كيفرحوا. مثلا كما قلت لك فاش كتكون كتسكرولي في انستغرام ولا في تيك توك، كتكون شاد التليفون، كتكون كتسركل في دوك الفيديوهات، فنتايا كتحس براسك فرحان. ولكن كدير واحد الحاجه اللي بسيطه هي بانك كتحرك اصبعك للفوق، فهمتي؟ واحد الحاجه بسيطه، كتكون شاد البيسي فانت كتكون كتفرج شي فيلم ولا شي حاجه، فانت غير كتفرج ما كديرش واحد المجهود، يعني كتفرز هرمون السعاده وفي نفس الوقت نتايا ما كديرش واحد المجهود. فالعقل ديالك ملي كتبغي تمشي دير به حوايج اللي فيه كيحتاج واحد المجهود اللي طالع بزاف، فهو كيمنعك، كيقول لك علاش كيمنعك؟ لانه ما يبغيش يدخل في عراق واش كيقول عراق مطايفه، زعما ما يبغيش يدخل مطايفه مع الحوايج اللي صعاب. كيفاش غنوصل لكم هذه الفكره هذه؟ هي بان دابا مثلا الا قلنا لك مثلا تخدم وتاخذ الفلوس ولا تاخذهم باردين، فانت غتختار بانك تاخذهم باردين. علاش؟ غنقول لك علاش. العقل ديالك ما يبغيش يتعب باش ياخذ واحد الحاجه اللي زوينه. فانت فاش كتبغي تتعلم لغه ولا كتبغي تتعلم واحد الرياضه ولا هادي الله كتبغي تبدا، العقل ديالك كيعكزك، ما كيبغيكش تنعس بكري، فهمتيني؟ باش الا نعستي معطل غادي تفيق معطل غد ليه، فانت ملي كتفيق معطل غد ليه صافي راه مشى لك النهار، وهذاك الشيء كيبقى غادي بهذا الروتين هذا، كتولي تحس بالعجز، ما كتبقى حامل حتى شي حاجه. وهنا كتولي تقول انا مديبريسي، انا في الاكتئاب، انايا ما غنوصلش. وهاد الافكار كيبقاو كيرسقوا لك في العقل ديالك سلبيين بزاف اللي كيخليوك بانك واقف بلاصتك لواحد الدرجه ما كتصورش. كتولي تقول صاحبي انا باش ندير شي حاجه زوينه في هاد الحياه هادي، واش غنبقى بحال هكا؟ واش نفس الروتين نبقى نعيشو؟ واش انايا انت لاحظ واحد اللعيبه وغتكونوا لاحظتوها نتوما، الدراري اللي ولاد كازا ولا الدريات والدراري كلشي الدراري كيتفرجوا فيا، فغادي تكونوا لاحظتوا بان دابا البراني ملي كيجي لكازا كيخدم، فغادي تقول لي لا راه ما يمكنش، ما كايناش الخدمه. وهذه هاد الافكار هما اللي لصقتيهم في عقلك. ولكن غادي نوصل لك فكره كيفاش بنادم كيقلب على خدمه وكيلقاها في مدن اللي ماشي ديالو. علاش؟ غادي نقول لك بان دابا مثلا الاكاديريين ملي كيجيو لكازا بانهم كيخدموا 100%. علاش؟ غادي نشرح لك. دابا حنايا كازاوا ملي كنمشي باغي نخدم، دابا مثلا انا مولف واحد البيريود كبيره ما خدمتش كاع، ملي كنكون باغي نمشي نخدم مثلا قلبت في واحد المعامل ولا في شركات ولا في الكابلاج ولا في بزاف ديال الحوايج، غير كنمشي النهار الاول ملي ما كنلقاش الخدمه كندور على بزاف ديال الشركات، ملي ما كنلقاش الخدمه صافي كنحكم على بان الخدمه ما كايناش، صافي ما كنبقاش نمشي. ولكن راه اكاديري شنو كيدير؟ ملي كيمشي المره الاولى كيقلب على خدمه ما كيلقاهاش، كيعاود يمشي غد ليه، كيبقى يمشي واحد السيمانه ولا 10 ايام هو كيمشي
نفس البلايص، كيدق على نفس البلايص. هنا ملي الشركه كتشوفك بانك انت كتبقى تبرزط وهذه، كتقول هاد خونا راه باغي يخدم كتخدم ياك، عكس ذلك بانك الا مشيتي غير النهار الاول ومن موراها ما بقيتيش مشيتي صافي، ملي قالوا لك ما زعما راه ما غتلقاش خدمه صافي انت ما كتبقاش تمشي، كتقول ما كايناش الخدمه كاع صافي راه ما غاديش تخدم نورمال. العقل ديالك بغاك تبقى جالس اصاحبي، علاش تمشي تبرزات تبقى تعصير في عقلك وتشوف التماره وهذه وتمرض في راسك؟ هي راه حوايج زوينه غتستافد منها ماديا، ولكن عقلك ما يبغيهاش لك. عقلك باغي يبقى مرتاح، باغي يبقى ناعس خامر، ياكل ويشرب ياكل ويشرب ويتأنب بعض المرات، فهمتي الضمير يتأنب لك صافي يبقى يتزعزع لك عقلك من بلاصتو. خوتي 10 دقائق ونص والله ما كنتش غنبقى في هاد البلاصه بالضبط. المهم دابا من الموضوع دخلنا الموضوع واحد اخر، هو الموضوع الاساس ديالو هو بان كيفاش العقل ديالك كيخدعك بانك تبقى دير غير الحوايج اللي ساهلين وكتفرز بهم هرمون السعاده. فكان هذا هو الفيديو ديالنا خوتي، ما تنساوش ديروا واحد لايك، واحد الاشتراك للقناه، تفعلوا زر الجرس، ديروا لنا واحد كيفاش نقول لك بارطاجيو الفيديو صافي. فخوتي تسناو فيديو جديد ان شاء الله باذن الله. فالموضوع اللي قلت لك هو بانك ما تفقدش الامال، فاش تبغي تمشي تقلب على خدمه ولا شي حاجه، حاول بانك تبقى تداوم، فهمتيني، تبقى تمشي ديما فانت غتلقى خدمه. وكون على يقين ملي كتوكل على الله، راه الله اللي كيرزقك، حتى شي واحد ما كيعطيك شي ريال، راه الله الا مكتب لك واحد الرزق فغتخرج غادي تجري عليه، او زعما مثلا غادي كيقول لك جري عبدي وانا غنعينك. يعني الله سبحانه وتعالى كيقول لك غير دير السبب وانا غادي نعاونك، فهمتي. الله اللي خلقك اصاحبي، اله خلقك وغادي يحرمك، زعما مثلا ما غيبغيش لك انت، راه هذه بحد ذاتها نعمه صاحبي ملي تزاديتي في دوله اسلاميه وانت مسلم اصاحبي. فغير فكر فيها بمنطقيا بانك انت واحد الشخص اللي ميزك الله على بزاف ديال الناس اللي تزادوا في بلايص اخرين، ورغم انهم عندهم الفلوس وهذه كيمشيو يديروا هما الحرام، ما كيديروش بهم شي حاجه زوينه. انت ملي غير رزقك الله سبحانه وتعالى عارفك غدير بهم حوايج زوينين، وهذه الا كانت النيه ديالك زوينه فهادشي اللي كاين اخوتي. الدري كيعيط لي باش نمشيو نصليو في الجامع اليوم الجمعه، فجمعه مباركه الدراري، تهلاو في راسكم، وكما قلت لكم تفاعلوا مع الفيديو. بيس.